ليه 99% من الناس بتفشل في الشغل اونلاين وما بتعرفش تعمل فلوس؟ وازاي تكون انت من ال1% اللي بيعرفوا يعملوا فلوس؟ وفي هدية مفيدة جدا في اخر الفيديو. كم مرة فتحت تليفونك وفتحت السوشيال ميديا ولقيت شخص بيقول انه بيشتغل اونلاين من البيت وبيقبض بالدولار؟ كم مرة اخترت مجال تشتغل فيه اونلاين واشتغلت فعلا لمدة اسبوع بالكتير وبعد كده وقفت؟ في اللحظة دي بتحس انك متأخر عن كل الناس وان الكل حواليك سبقك. ما انت كل يوم بتتعب وبتنزل وتروح الشغل وتبص تلاقي واحد قاعد ورا شاشة بيقول انه بيشتغل اونلاين وهو قاعد في البيت وبيعمل مرتب تقريبا زي المرتب بتاعك ويمكن اكتر كمان. انا نفسي كنت واحد من ال 99% دول. جربت اكتر من مجال وضيعت وقت كتير وتقريبا فشلت فيهم كلهم في البداية. كنت فاكر ان المشكلة في المجال اللي انا اخترته او في فكرة الشغل اونلاين عموما، لكن اللي فهمته بعد كده ان المشكلة كانت في انا وفي طريقة تفكيري. انا عايز اطمنك واقول لك انك مش لوحدك. حتى اللي بيكلمك دلوقتي كان زيك بالظبط في يوم من الايام، ودلوقتي انا جاي اعرفك ازاي تبقى من ال1% اللي فهموا اللعبه صح وعرفوا يعملوا فلوس. في الفيديو ده هقول لك على اكتر 6 غلطات من خلال تجربتي الشخصيه لو انت بعدت عنهم في البدايه هتبقى من ال1% اللي عرف يعمل مصدر دخل حقيقي من الانترنت. الغلطة الأولى إنك تشتت نفسك وتبدأ في أكتر من مجال. لما بدأت أشتغل أونلاين وسمعت عن المجالات بقى اللي شغالة، لقيت كل واحد شغال في مجال بيقول إنه أحسن مجال على الإنترنت وإنه أكتر مجال بيجيب فلوس. يعني مثلا أنا النهاردة فتحت فيديو وصاحب الفيديو ده كان بيتكلم مثلا عن الفريلانسنج، فبمجرد انه يقنعني بكلامه فانا كنت بصدق على طول وبيعجبني الموضوع قوي وبروح اشتغل في الموضوع اسبوع او اسبوعين بالكتير. وفي خلال المده اللي انا كنت بتعلم فيها المجال الاول اللي انا اخترته، لما كنت بسمع عن مثلا حد تاني بيتكلم عن مجال تاني زي مثلا ميديا باينج ويقول ان المجال ده تقدر من خلاله تبقى مليونير وتعمل فلوس كتير، كنت بتشجع وببدا اتعلم مجالين مع بعض. وطبعا اللي انا عملته ده كان غلط مليون في المية، وده اللي انا جاي احذرك منه. لانك اصلا في بدايه تعلمك لاي مجال بتبقى محتاج وقت ومجهود تديهم للمجال ده علشان تتعلم الاساسيات وتبدا تطبق عليها وتعمل شغل لنفسك وبالتالي تعرف تدخل السوق. لكن اللي انا كنت بعمله بقى ان انا كنت بعمل كذا حاجه في نفس الوقت وابص الاقي النتيجه في الاخر زيرو وان انا ما اتعلمتش اي حاجه لان انا ما ركزتش في مجال معين. لازم تركز قوي في النقطه دي. اختار مجال لنفسك واحد بس تتعلمه، ابدا اتعلم الاساسيات بتاعته وطبق عليه وما تشتتش نفسك باي مجال تاني مهما اللي حواليك قالوا لك ان المجال ده هيخليك مليونير او المجال ده هو احسن من غيره او كل الكلام ده. حدد لنفسك مجال مناسب ليك انت وابدا اتعلمه على طول وما تبصش لاي حاجه تانية. الغلطه التانية انك تبدا تتعلم مجال واول ما تسمع ان في مجال تاني بيجيب فلوس اكتر منه تسيب المجال بتاعك وتروح تتعلمه. دلوقتي انا كزياد بعد ما اتعلمت من الغلطه الاولى اللي انا لسه قايل لك عليها، المفروض بقى ان حددت لنفسي مجال واحد بس وبدات اتعلمه واشتغل فيه واديته كل وقتي. وده حصل فعلا وكان على فكره مجال الاس اي او وتحديدا انشاء المواقع والربح منها عن طريق الاعلانات. وبعد ما خدت خطوات كويسه في المجال اللي انا بدات فيه وفعلا بدات اعمل مواقع تدخل لي دخل ثابت كل شهر، وكمان عملت مواقع سعرها بيوصل ل 2000 و3000 دولار، ودي كانت حاجه كويسه جدا نظرا لواحد لسه بيبدا في المجال. كنت دايما بسمع من الناس اللي شغاله في مجالات تانية، ولما كان حد بيقنعني بالكلام ان المجال التاني ده احسن وبيعمل فلوس اكتر وهيخليك بقى مليونير في شهر والكلام اللي احنا بنسمعه ده، كنت على طول ببدا اتعلمه مع المجال بتاعي الاساسي اللي هو كان الاس اي او. فاللي كان بيحصل ان بدات اقلل مجهودي في المجال الاساسي بتاعي اللي هو اصلا بدا يجيب لي دخل شهري، وكنت بحط جزء كبير من مجهودي في المجال الجديد اللي انا بتعلمه. وطبعا ده اثر على الدخل اللي انا كنت بعمله من الانترنت. ودي الغلطة التانية المهمة جدا اللي أنا بحذرك ما تقعش فيها. طالما بدأت تعمل فلوس من مجال معين ما تسيبش المجال ده إلا لما تطور المجال وانت نفسك تاخد خبرة كبيرة فيه وتجيب آخره وتبدأ تعدد مصادر دخلك منه. يعني ما يبقاش مثلا داخلك منه دخل من مصدر واحد بس، لا، ابدأ عدد مصادر دخلك فيه على قد ما تقدر أو على قد ما المجال ده بيسمح لك إنك تعدد مصادر دخلك فيه. وما تسيبش المجال أو تتعلم مجال غيره إلا لما تحول المجال ده لبزنس شغال لوحده. انت مجرد مدير مشغل ناس تحته والناس دي شغاله وبتجيب له فلوس في اخر الشهر، ساعتها انت ممكن فعلا تبدا في مجال تاني او تسكيل البيزنس بتاعك. غير كده هتبقى بتشتت نفسك ومش هتوصل لاي حاجه. الغلطه الثالثه انك تتعلم بدون تطبيق، ودي بقى اكتر غلطه بيقع فيها معظم الناس. يعني مثلا لو انت فتحت يوتيوب دلوقتي او فتحت اي كورس لمجال انت بتتعلمه وبدات تسمع، هتلاقي نفسك بقيت مبسوط قوي وحاسس يعني انك فهمت كل حاجه وان كل حاجه معاك تمام. لكن الحقيقه ان انت لو ما طبقتش كل اللي انت اتعلمته وشفته في الكورس ده، ادي نفسك اسبوع بالكتير قوي هتلاقي نفسك ناسي كل حاجه تقريبا. اي مجال انت هتبدا فيه هيبقى محتاج منك تطبيق عملي. يعني اي حاجه انت اتعلمتها حتى لو كانت حاجه صغيره لازم تطبق عليها بايدك
وتعمل زيها اكتر من مره كمان، والا هتبقى بتضيع وقت على الفاضي. التطبيق العملي اهم حاجه. الغلطه الرابعه هي انك تتوقع الربح السريع، ودي بقى غلطه انا مش محتاج اتكلم فيها كتير، لان انت اصلا قبل ما تدخل على الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي اكيد شفت مليون فيديو لواحد بيقول لك ازاي بقى تعمل مليون دولار في 24 ساعه، وازاي تعمل ثروه تعدي ثروه ايلون ماسك وحاجات غريبه كده. يعني مفيش حاجه اسمها ربح سريع من الانترنت. يعني مش هتتعلم حاجه النهارده تلاقيها بتجيب لك فلوس بكره. لازم كل مجال ياخد الوقت اللي هو محتاجه علشان فعلا يعمل لك دخل ثابت. يعني مثلا انا كنت بدات في مجال الاس اي او، اقل مده ممكن تعمل منها فلوس هي مثلا 3 شهور، يعني من 3 شهور ل6 شهور. فما كانش ينفع انا اتوقع ان اكسب فلوس في مده اقل من كده. لازم اقل حاجه خالص كانت من 3 شهور ل6 شهور، وده انت هتعرفه لما تحدد مجال لنفسك وتبدا شويه في المجال اللي انت اخترته. وعلشان برضو ابقى قلت المعلومه بشكل كامل، في ناس هتشوفها على الانترنت هتلاقيها بقت اغنياء ومليونيرات في يوم وليله او في ضربه حظ كده. الموضوع ده فعلا موجود وبيحصل، لكن دي مش القاعده الاساسيه اللي احنا نمشي وراها. ده عباره عن حظ، والحظ هو مش القاعده الاساسيه اللي احنا هنمشي وراها. طبيعي ان اي مجال بيحتاج وقت علشان فعلا يبدا يدخل لك مصدر دخل ثابت في نهايه كل شهر. يعني خلاصه الغلطه دي، مفيش حاجه اسمها ربح سريع من الانترنت، وانت ما ينفعش تتوقع حاجه زي كده. الغلطه الخامسه انك دايما عايز تبدا بشكل مجاني وما تستثمرش مبلغ بسيط في البدايه حتى لو كان المبلغ ده $1. والغلطه دي انا اكتر واحد بالذات وقعت فيها. يعني مثلا لما كان بيعجبني مجال وحبيت ابدا فيه والاقي المجال ده لازم هيحتاج مني استثمار بسيط في البدايه، انا كنت على طول بتقفل وبكنسل المجال. وده طبعا غلط، لان اوقات الموضوع بيبقى محتاج استثمار بسيط منك في البدايه، او حاجه انت محتاج تدفعها علشان تبدا في المجال. حتى لو كانت الحاجه دي مثلا $1 بتشتري بيه مثلا دومين مدفوع، او حتى تشترك في موقع او برنامج يساعدك في الشغل اللي انت اخترته. انا عايزك تفكر في الشغل اونلاين كانه مشروع انت بتبدا. انت دلوقتي لو بتفتح مشروع على ارض الواقع هتبقى محتاج محل، المحل ده هيبقى ليه ايجار، وكمان هتبقى محتاج تشتري البضاعه اللي انت هتبتدي تبيعها، وهتشغل ناس عندك وتدفع لهم فلوس. فكل الحاجات دي اسمها استثمار في البدايه او مصاريف المشروع بتاعك محتاجها. نفس الكلام الشغل الاونلاين، في مجالات معينه او اوقات معينه هتبقى محتاج انك تستثمر فعلا فلوس او تحط فلوس في الموضوع بتاعك او الشغل بتاعك علشان يمشي او علشان تطوره. فما ينفعش كل لما تلاقي مجال او كل لما تلاقي وقت انت محتاج تستثمر فيه او تدفع فيه فلوس تسيب المجال بتاعك. كده انت مش هتشتغل اصلا، وحتى لو اشتغلت وعملت فلوس مش هتعرف تطور الشغل بتاعك. اما بقى الغلطه رقم 6 هي انك تستهلك محتوى كتير من غير ما تبدا شغل حقيقي لنفسك. وهنا انا اقصد الناس اللي بالنسبه لها اليوتيوب او الكورسات هي عباره عن فيلم، يعني قاعده تتفرج على كميه فيديوهات كبيره جدا لمجرد بس ان اتسلى او اعدي وقتي. يعني انت طول اليوم قاعد بتتفرج على ناس بتشرح وناس بتعلمك مجالات، وانت بس مجرد قاعد بتتفرج ما بداتش اي حاجه. ده اسمه استهلاك محتوى على الفاضي. انت استفدت ايه وانت عمال تسمع بس وما بداتش؟ لازم تحدد لنفسك مجال معين او تخصص معين وفعلا تبدا تتعلمه وتطبق بايدك، مش مجرد انك بتسمع وبتتفرج بس. انا عايز اقول لك ان قعدت سنتين تقريبا بعمل الغلط ده. حرفيا كنت بفتح يوتيوب واقعد اتفرج على كميه فيديوهات كتيره جدا لمجرد بس التسليه او اني بعدي وقتي او انا مبسوط باللي انا بسمعه. بس هل انا بدات حاجه؟ ما بداتش اي حاجه. فده ضيع عليا سنتين انا عمال اتفرج وفي النهايه ما اتعلمتش اي حاجه. فخد بالك كويس جدا من فكره استهلاك المحتوى. في فرق بين استهلاك المحتوى وانك بتتفرج علشان تتعلم وتطور شغلك او تتعلم مهاره جديده. ازاي بقى تبقى من ال1% اللي فهموا اللعبه صح وعرفوا يعملوا فلوس؟ اول حاجه طبعا انك لازم تتجنب كل الغلطات اللي انا لسه قايل لك عليها، علشان تقريبا هي حصلت مع 99% من الناس وهي بتبدا شغلها على الانترنت. فانا عايز اختصر عليك كل الوقت والمجهود ده علشان ما تقعش فيه وانت بتبدا. لو انت عايز تبدا صح فعلا، اول حاجه هتعملها انك هتحدد لنفسك مجال واحد بس. تاني حاجه انك هتتعلم اساسيات المجال ده. اتعلمه كانك بتتعلم كده انك لسه بتقرا او بتتعلم الف ب لسه. اتعلم فيه كل حاجه علشان الاساسيات اللي انت بتتعلمها هي اللي هتخليك بعد كده فاهم انت بتعمل ايه. تالت حاجه لازم تحط تارجت لنفسك انك تتعلم كل يوم حاجه جديده وتطبق عليها، حتى لو كانت الحاجه الجديده دي عباره عن معلومه بسيطه. لان معلومه ورا معلومه ويوم ورا التاني هتلاقي نفسك كونت خبره كبيره وانت مش واخد بالك. رابع حاجه ودي مهمه جدا، انك هتدخل على السوشيال ميديا بتاعتك كل الاكونتات بتاعتك وتبدا تعمل انفولو للناس اللي هي بس بتضيع وقتك، وتعمل فولو لاشطر ناس في المجال اللي انت اخترته. انت مثلا اخترت مونتاج، اعمل فولو لاكتر ناس شاطره في المونتاج وبتقدم محتوى على السوشيال ميديا. احنا كده كده بنمسك التليفون لوقت طويل جدا في اليوم، فبدل ما التليفون يبقى حاجه تعطلك، لا، خلي التليفون او قعدتك على الموبايل حاجه تزقك وتطورك في المجال اللي انت فيه. خامس حاجه، اول ما تتعلم اساسيات المجال اللي انا قلت لك عليها من شويه، ابدا اعمل لنفسك شغل حقيقي وحطه في بورتفوليو يوري الناس الشغل بتاعك.
انت بمجرد ما تعرض الشغل بتاعك بشكل احترافي هتلاقي الناس هي اللي بتجري وراك وتكلمك علشان تشتغل معاها، مش العكس، مش انت اللي هتدور عليهم. ويا سلام بقى لو عرفت تعمل محتوى على السوشيال ميديا، كده انت بتضاعف فرص نجاحك وفرص ان يجيلك شغل بارقام كبيره لاضعاف. السوشيال ميديا بقت فرصه لاي حد عايز يفتح لنفسه فرص كبيره مش بتتفتح لغيره. هو كده محتوى الفيديو خلص، لكن هل انا هسيبك لوحدك؟ اكيد لا. انا عملت لك PDF بمثابه كورس. PDF ده حاطط لك فيه خطه لمده 30 يوم بيعلمك خطوه بخطوه ويوم بيوم ازاي تبدا شغلك اونلاين بطريقه صح، مش تبدا بقى بطريقه عشوائيه وتسمع مجالات كتير وتبقى متشتت. PDF ده هيساعدك انك تفهم فكره اصلا شغل اونلاين وتعرف كل مجالات الشغل الموجوده، وهيساعدك تختار مجال واحد بس لنفسك، المجال المناسب ليك انت مش مناسب لحد تاني، ويقول لك ازاي تتعلم المجال ده خطوه بخطوه. PDF ده انا حرفيا كنت عايز اعمله بفلوس، لكن لان غرضي منه ان اساعد الشخص المبتدئ ان هو يبدا فعلا شغل على الانترنت ويبدا يجيب اول دولار، فانا عملته بشكل مجاني. كل اللي انا طالبه منك انك هتدخل على الانستجرام بتاعي اللي هيظهر لك دلوقتي، وهتخش تبعت لي رساله وتكتب فيها كلمه رود ماب عشان اعرف انك محتاج PDF ده، وبمجرد ما تكتب كلمه رود ماب PDF هيوصلك على طول بشكل مجاني.